تفتكر الحي اللي كان بيتقال عليه سكن هادي وعادي ممكن في يوم يبقى قلب التجمع الخامس؟ أهلا بيكم في حي النرجس اللي تحول من منطقة بسيطة لمفتاح استراتيجي بيربط نص التجمع ببعض. زمان أول ما اتعمل حي النرجس الناس ما كانتش شايفاه حاجة مميزة، حي صغير، عمارات وفيلات وخلاص. لكن مع الوقت النرجس قلب الترابيزة، اللي كان عادي بقى استراتيجي، اللي كان هادي بقى في النص بين كل حاجة. حي النرجس متقسم لأكتر من جزء. النرجس فيلات، شوارع واسعة، هدوء وخصوصية. النرجس عمارات، أسعار معقولة نسبيا مقارنة بالفيلا، لكن الموقع مغري جدا. النرجس الامتداد اللي بقى عامل زي الجسر بين التجمع الخامس ومناطق أكبر حواليه. الحي النهاردة يعتبر حلقة الوصل، قريب من الجامعة الأمريكية، قريب من محور المشير، قريب من أهم الكومباوندات الكبيرة. وده اللي خلاه من أكتر الأحياء اللي أسعارها بقت نار مع الوقت. حي النرجس موجود في مكان ذكي جدا بين الأندلس واللوتس، وبيطل على مناطق كتير حيوية، حواليه طرق رئيسية بتوصلك بسرعة لأي مكان في التجمع، اللي خلاه بيتحول من مجرد حي سكني لحي استراتيجي بيعتمد عليه سكان كتير جدا. وبما إن المصريين ما بيسيبوش حاجة تعدي، النرجس محطة البنزين بتاعة التجمع، كله يعدي من عندها. اللي ساكن في النرجس مش محتاج GPS، هو نفسه GPS للتجمع. واحد مرة قال النرجس ده مش حي، ده الريموت كنترول اللي بيشغل التجمع كله. حي النرجس أثبت إن العادي ممكن يبقى استراتيجي جدا مع الوقت. بس هل في حي تاني قدر ينافسه بالمرونة والانتشار؟ استنونا في الحلقة الجاية. حي بيت الوطن، المصريين في الغربة عملوا لهم وطن جديد في التجمع. تابعونا في الحلقة الجاية عشان نعرف إزاي المصريين في الخارج قرروا يبنوا وطن بديل جوه التجمع الخامس نفسه. كانت معكم سحر غريب. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة.